بس تعالي نقعد في البيت. لما قلت لك لا قلت لي خلاص هكلمه. الناس بقت بتشوف التحرش بعينيها، ونادرا لما حد بيتدخل. من امتى بقينا كده؟ واللي بيتدخل يا ريته مثلا بيبعد المتحرش، ده بيقف يصور. من امتى يا جماعه بقينا كده؟ احنا كنا الاول في عندنا اصول ومبادئ. خدوا بالكم الفعل اللي بيعمله المتحرش في ثواني ممكن يأثر على البنت لسنين. الموضوع دلوقتي بقى مد ايد، بقى تعليقات بأقذر الألفاظ. التحرش إن حد يكسر حدودك ويتصرف كأن ده حقه. المشكلة الأكبر إن الغلطان ساعات بياخد دعم. دلوقتي بيطلعوا 1000 مبرر للمتحرش. المشكلة ما بقتش في شخص واحد بس نقومه، المشكلة في ثقافة كاملة لازم تتغير. من إمتى الاحترام بقى صعب؟ ومن إمتى إنك تسيب البنات في حالها ده إنجاز؟ الأمان يا جماعة مش رفاهية، الاحترام مش ميزة إضافية، ده أقل حق لأي إنسان. عشان كده قبل ما تقول أنا بهزر أو مش قصدي، اسأل نفسك سؤال واحد بس: لو الموقف ده اتكرر مع حد يهمك، أختك، أمك، خطيبتك، مراتك، هتسميه هزار برضه ولا أنت أصلا ما عندكش نخوة؟ خد بالك، كل مرة بتسكت على غلط، الغلط بياخد مساحة أكبر وأكبر، وكل مرة بترفضه بنرجع مبادئنا تاني. خليك فاكر إن الأثر بيفضل. وطبعا مش كل الناس وحشة، في ناس لسه محترمة وعندها أصول.